عمرك سألت نفسك قبل كده فنجان القهوة اللي بتشتريه ده بيتزرع فين؟ وايه المراحل اللي بيمر بيها عشان تبقى القهوة اللي نعرفها بشكلها الحالي؟ يلا بينا بسرعة نعرف مع بعض. أولا كده في حوالي 12.5 مليون مزرعة بن حوالين العالم في أكتر من 70 دولة مختلفة، والمزارع دي بالأساس موجودين في دول أجواء استوائية زي البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وكمان إثيوبيا وفيتنام، وحوالي 73% من المزارع دي مملوكين لصغار المزارعين المحليين اللي موجودين في الدول دي. وحابب أقول لك إن العالم فيه أكتر من 120 نوع من نبات البن، لكن في نوعين هم اللي بيسيطروا على معظم صناعة وإنتاج البن في العالم، وهم الأرابيكا والروبوستا، لأنهم ببساطة يعتبروا من اجود الانواع الموجوده في السوق وافضلها للتصدير. والبن بيتزرع في المشات المظلله عشان تتعرض لحراره اشعه الشمس ولكن بشكل غير مباشر، وبيتم ري الشتلات دي بكميات كبيره جدا من الميه في بدايه زراعتها لحد ما الشتلات تكبر ويبقى فيها 5 ازواج من الاوراق، وبعدها الشتلات دي تتاخد وتتزرع بشكل دايم في الحقول الكبيره. والغريب في الموضوع ان شجر البن بيحتاج من 3 ل 4 سنين عشان تقدر تاخد منه اعلى انتاج ممكن، والبن ليه موسم حصاد رئيسي واحد في السنه، وبعد الحصاد بيتعمل تجفيف لثمره البن في الشمس ويفضلوا يحركوها طول اليوم عشان ما ترطبش وتبوظ. والعمليه المرهقه دي بتاخد ايام ويمكن اسابيع لحد ما معدل الرطوبه في الثمره الواحده ينزل ل 11% بس. بعد كده بيتعمل ازاله للقشره الخارجيه لحبوب البن، ويبداوا ان هم يعملوا لها تصنيف حسب الحجم واللون، وبيتم عزل اي حبوب صغيره او تالفه او حتى لونها مختلف عن الطبيعي عشان يضمنوا ان الحبوب اللي جودتها عاليه بس هي اللي هتتصدر للعالم. وبعد كده بتتعبى حبوب البن او القهوه الخضراء في اكياس خاصه بوزن 60 كيلو وبتتسمى الباجز، وده تمهيدا لتصديرها في حاويات بحريه مبطنه بالبلاستيك وتقدر تتخزن فيها لمده 3 شهور كامله. وبعد كده بتوصل القهوه الخضراء دي للدول المستورده زي مصر، وبتتوزع على المحامص اللي بتحمصها لحد ما تاخد اللون البني الجميل ده. وهي بتتحمص بقى بيطلع منها زيت عطري ريحته نفاذه جدا واسمه الكافيول، وده بقى اللي بيدي للقهوه الطعم والريحه النفاذه اللي كلنا نعرفها وبنستمتع بيها. وبكده يا صديقي تقدر تشرب فنجان القهوه اللي مصر كلها متعذبه عشانه دلوقتي. بس كده يا صديقي، سلام عليكم.